النقطة الثامنة والأخيرة واللي هي أصلا مسار جدل، واللي ممكن تثير بعض الآراء الغير محببة أو السلبية: متى يجب الانفصال؟ اعرفي امتى لازم تقرري ان انت تنفصلي. في النقطة دي يا جماعة احنا مش بنتكلم بس من وجهة نظر علماء النفس، ولكن بنتكلم ايضا من وجهة نظر شرعية. يعني الدين والعلم يتفقان في هذه النقطة. امتى الزوجة اللي مرتبطة بزوج نرجسي تقرر الانفصال؟ اذا كل الاساليب في تعديل السلوك اللي احنا اتكلمنا عنها فشلت مع الزوج النرجسي ولم يستطيع تغيير سلوكياته، واصبح هذا السلوك يؤثر عليها بشكل سلبي، يعني بيصيب سلامتها النفسية والعاطفية ويصيبها بأضرار لدرجة ان هي مش قادرة تتعامل مع اطفالها، مش قادرة تكمل رحلة حياتها، اصبحت عصبية، مش عارفة تمارس حياتها بشكل طبيعي. اذا وصلت لهذه الدرجة فيجب ان تقرر الانفصال. كمان بنؤكد ان الشرع اتاح للمرأة اللي بتعيش مع زوج يسبب لها قهر من منطلق لا ضرر ولا ضرار ان هي تقرر الانفصال. اذا فالشرع والعلم هنا متفقين ان اي علاقة ممكن تضر بالزوجة ففي التوقيت ده مفيش قدامنا غير الانفصال. وكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن اهتمام الزوجة بنفسها وازاي تعتني بنفسها عشان تقدر تكمل رحلة حياتها مع زوجها النرجسي. يا رب نكون قدرنا نوصل لحضراتكم معلومة مفيدة. منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.